سنة 97 في قلب غابات الأمازون كان فيه كوخ محدش بيقرب له. الناس بيقولوا عليه كوخ الموت، بس محدش عارف مين بنى الكوخ ولا ليه دايما اللي بيدخله مش بيرجع. شاب اسمه رافائيل 27 سنة، مستكشف من بيرو، قرر يدخل الغابة لوحده. كان بيصور سلسلة وثائقية عن أغرب أماكن مهجورة في العالم. المكان الوحيد اللي حذروه منه كوخ قديم جو الغابة بدون شبابيك وسقف من صاج مصدي. قالوا له ما تقربش منه، المكان ده فيه لعنة. بس هو ضحك وقال أنا ما بخافش. بعدها ب 48 ساعة الكاميرا اتلاقت، بس رافائيل لأ. كاميرا كانت شغالة وبتسجل آخر 30 دقيقة اللقطات. صوت خطوات، صوت خربشة على الحيط فجأة، صوت همسة غريبة بلغة مش مفهومة، وأخيراً صرخة مكتومة. الصورة بتتهز وتطفي. الحكومة قالت الحيوانات هاجمته، بس المحقق الخاص اللي شاف الفيديو ساب وظيفته بعدها بأسبوع وكتب في آخر ملاحظاته اللي في الفيديو مش حيوان ومش بني آدم، الحقيقة المخبأة. الكوخ اتحرق بعدها بشهر، لكن كل يوم بيظهر نفس الكوخ في نفس المكان وبيختفي وقت الغروب. ناس كتير حاولوا يصوروه بس الصور عمرها ما بتتحفظ. كأن الكوخ مش موجود في عالمنا. بس السؤال الحقيقي، لو كنت مكانه كنت هتدخل الكوخ؟ لو القصة دي خلتك تفكر، ما تنساش تكتب لنا رأيك، وافتكر في خارج التغطية دايما في حاجة مستخبية مستنية حد يفتح بابها.